السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان القيم الفلسفية التي تكسبها الفلسفة للفرد. عندنا بتعتبر الفلسفة مهمة في عصر المعلومات والعولمة، لأنها بتكسب الفرد القيم اللازمة اللي بتساعده على التعايش مع العصر واستشراف آفاق التقدم فيه. ومن أهم القيم اللي بتكسبها الفلسفة للفرد، أول حاجة عندنا البحث عن الحقيقة، الاستقلال الفكري، التسامح الفكري، والحرية والمسؤولية. أول قيمة هناخدها اللي هي البحث عن الحقيقة. البحث عن الحقيقة بتتمثل في حب المعرفة ووعي الإنسان بالعالم المحيط، وبلوغ الأسباب والمبادئ الأولى المفسرة لجميع الموجودات. فهنا بتولد هذه القيمة مع الإنسان، أو بتولد هذه القيمة مع الإنسان لأن بطبيعته محب للتساؤل. وبتنمو هذه القيمة تدريجيا من خلال الارتباط بمهارتين أساسيتين. أول مهارة منهم اللي هي مهارة القراءة، وتاني واحدة اللي هي مهارة استخدام منهج والطريقة العلمية في التفكير. طيب إيه هي أصلا نظريات الحقيقة؟ عندنا 3 نظريات للحقيقة. أول نظرية عندنا اللي هي نظرية التطابق، وبنقصد بيها إن الحقيقة هي فقط التي تستمد من الواقع الخارجي. حتى يكون القول حقيقي يجب أن يتطابق مع ما تقوله الحواس، يعني يبقى فيه إدراك حسي اللي هو الشاهد على صدق الأحكام. مثال على كده، الشمس مضيئة لأني رأيت الشمس مضيئة، أنا شفتها بحواسي، فهي تعتبر حقيقة للي موجود في الواقع. تاني حاجة عندنا اللي هي نظرية الترابط، زي بالظبط اللي موجود في الرياضيات، فهنلاقي إن القضية صادقة على حسب صحة استنباطها من مقدمات صادقة. لو أنا مثلا قلت إن مجموع زوايا المثلث اللي هي بتكون 180 درجة لو كان السطح عندي مستوي، ولو قلت مثلا لو كان مجموع زاويتين 100 درجة، يبقى إذن الزاوية الأخيرة هتبقى 80. فدي حاجة مرتبطة بصدق المقدمات اللي بيترتب عليها صدق النتيجة، فهنا بيتم استنباط الصحة من المقدمات الصادقة. ثالث نظرية عندي اللي هي نظرية البراجماتية، ويسمى المذهب النفعي العملي البراجماتي. هنا عنده معيار الحقيقة هو تحقيق النفع والخير للإنسان، فالمنفعة هنا وتحقيق النتائج المرجوة هو معيار الحقيقة وصدق الأحكام. مثال على كده، لما مثلا لو قلت دراسة البرمجة بيتحقق منها عائد مرتفع، فبتكون القضية دي صادقة لو كانت فعلا بتحقق النتائج المرجوة منها. تاني عندنا قيمة اللي هي قيمة الاستقلال الذاتي، وهي عبارة عن تحرر الفرد من تبعية الآخرين، والقدرة على ممارسة النقد وتقبل النقد، تقبله في نفس الوقت. ده بيؤكد على شعور الفرد بذاته واستقلاليته، والقدرة على اتخاذ القرار الحر، ده دليل على رقي الفكر الفردي. عندنا هنا قيمة الاستقلال الفكري بترتبط ارتباط وثيق بالحرية الفردية، زي حرية الرأي، حرية العقيدة، وحرية النشر، وغيرها من الحريات.